طلاب السادس حاليا عندهم مراجعة، تمام، وبقية الطلبة هم عندهم امتحانات قريبة يعني. واهسهم حاليا مو كلش، فكلام طيب لهم على مود يصير لهم ماهس يطلعون درجات عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نسأل شنو سبب عدم وجود الواهس؟ نعم. ما هو السبب عدم وجود بقولتكم الواهس يعني الدافع؟ أسباب عدم وجود الدافع لازم واحد يبحث عنه، إما أنه يفكر في الماضي كان فاشل، نعم. محاولاته السابقة كانت فاشلة فصار عنده نوع من الإحباط. السبب الثاني أنه في واقع الحال عملية التأجيل، ما أراجع تدري المراجعات اليومية هواي مهمة، فتتراكم عند المادة. صح. في أيام القريبة الامتحان يشوف نفسه أنه تراكمت عنده فد مواد كبيرة جدا وما يقدر يستوعبها. أقول له أولا لا تفكر في الماضي قد مضى، ولا تفكر فيه فإنه انقضى. نعم، خذ منه درسا على أنه كيف أنا لا أقع فيما وقعت فيه في الماضي. شنو كان أسباب فشلي في الماضي؟ ما كنت أراجع. شنو كنت ملتهي بالسوشيال ميديا والموبايل وهالسوالف. خلص العوامل اللي كانت تجعلني أنه أنا أفشل في محاولاتي السابقة هذه أحاول أنه ماذا؟ أحاول أن أزيح. الآن أجي أمنهج وأبرمج وضعي على أنه هذا المتراكم من المواد الموجودة كيف أنظم وقتي حتى المقدار الممكن، النسبة الممكنة على أن أنا في الواقع أستوعبها واستحصلها. يعني لا يصير عندي حسب تعبيرنا يأس، لا يأس بعد اليوم. الإنسان المؤمن لابد أن دائما يكون عنده أمل كالجبل، هذا الجبل العظيم، أنه هذا الجبل تعال أنت استوعبه. شلون أستوعبه؟ قال هكذا، أنت لما تشوفه جبل ولكن تقدم إلى أن تصل إلى أنه تنظر إلى هذا الجبل إلى حبة من الرمل اللي تكون هذا الجبل. هاي الحبة ابلعها، راح شنو حسب تعبيرنا تهضمه. إذا هضمتها بمعنى أنه كل هذا الجبل هو يتكون من هذه الحبات، والحبات هذه يمكن الإنسان أن واضح صغرها يعني. أحسنتم. يعني لا تهول القضايا، ترى هذا المهول هي من أمور جزئية بسيطة، هذه الأمور الجزئية يمكن الإنسان أن صح يهضمها شوية. أحسنت. سيدنا هم يسمعون قرآن قصائد كانوا مترفهون شوية. شوفوا كما ورد في الروايات أنه للقلوب إقبال وإدبار. بعض الأحيان شوف قلبي أنا أريد أبكي، أريد أدعي، أريد أتقرب إلى الله، أريد أقرأ قرآن. هذا الإقبال القلبي هواي مهم. يرتاح. الإقبالات القلبية يعني أن يريد أن يذهب للأمر الروحي والمعنوي والإلهي.